أول حاجة نبدأ كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، صباح الهنا أو مساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. بس أنا بسجل لكم الفيديو الصبح. شايفين الجمال؟ شايفين الفطير والحلاوة والجمال؟ الوصفة دي لو جربتيها أقسم بالله هتبقى إدمان عندك وعند عيالك. الوصفة دي خطيرة في حتة تانية كده ومتاخدش ثانية إلا ثانية. قومي بقى هاتي ورقة وقلم، لا من غير ورقة وقلم، يا سهلة، بمكونين من بواقي اللانش بوكس او من بواقي التلاجة عندك هتعملي احلى وصفة وهتبقى ادمان عندك وعند عيالك. هنا نضفت المكان، هحط عليها جبت عندي لفة جلاش، كل لفة كده نظيفة وفردتها. تمام تمام. عندي البولة دي عشان هقلب فيها بواقي اللانش بوكس. عندي حتتين جبنة رومي وقطع قطع قطع بايدك يا بت، بايدك بايدك، ايوه كده، بالايد اسهل. ما علينا. هتقطعي عندك جبنه رومي حطي، عندك لانشون حطي، اي حاجه عندك في التلاجة جبن لانشوهات حطيها. تمام تمام. قطعت اللانشون وكلت حته عادي، يعني ما الفطيره احسن مني. خلاص هنا بقى ده اللي جبته جديد. تمام، حطيت نصه وعنتي نصه. عندك جبنه موتزاريلا حطي، هي دي اللي هتديها المطه ودي اللي هتديها الطعم كله. على فكرة اي حاجة عندك في التلاجة حطيها. عندك قرنين فلفل حطي، انا حطيت قرنين فلفل وقرنين شطة. الوصفة دي عادي تحطي فيها طماطم، بس انا ما بحبش الطماطم، ولا انا ولا عيالي، في البيتزا او الفطير او الحاجات دي. فانتي اي خضار عندك حطيه طبعا، يعني طماطم، فلفل الوان، فلفل رومي. ادي الجبنه الرومي واللانشون والجبنه الموتزاريلا، وقطعت عليها قرنين فلفل وقرنين شطه. الوصفه دي انا عملتها في القناه قبل كده، فدي بقى المكون الزياده عليها. عندك بيضه في التلاجة حطيها هي كمان، ما يجراش حاجه، كتري كتري، ما تستخسريش في عيالك حاجه، كله بروتين وجبن وكل حاجه حلوه. ماشي. انا حطيت بيضتين وقلبتهم، حطيت عليهم فلفل وكمون وقمت نازله عليهم، بس كده بس كده. قلب 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 يا عم الحاج. ودي الحشوه بتاعت الفطيره، اتركنت على جنب، في ثانيه الا ثانيه كانت خلصت، وثانيه الا ثانيه هتخلصي برضو. لفه الجلاش اللي قدامك ديت هترصيها كده، ودهنت الصينيه عندك معلقتين 3 سمنه على معلقتين 3 زيت، حطي مشي حالك. تمام تمام. وتحطي بقى راق وراق، وتحطي بين كل راق وراق سمنه، تدهني سمنه. تمام. لفه الجلاش كانت طريه، فانا صعبه قوي اطلع راق براق الفرودي قوي، عشان كانت اللفه جايه طريه يعني، كانتش جامده شويه. وننزل بالحشوه في النص وقلب قلب يا عم الحاج. تمام. لحد هنا الوصفه دي والله العظيم خطيره، وحياة ربنا انا لو طولت اعملها كل يوم لاعملها. تمام. الجبن الرومي بتبقى عندنا على طول في المدارس، اللانشوهات بتبقى موجودة في السندوتشات. عيال مرة تاكل مرة ما تاكلش، فأكيد الجبن بتبقى متوفرة عندك. لكم اصبروا عليا ما تستعجلوش. خلاص أنا كده، كل واحد بطريقته بقى، لفيها بطريقتك، بس المهم تطلع كده متكبسة وما تفركش منك، وهي كده كده أول ما تتحط على النار خلاص لزقت في قلب بعضها. خلاص أنا كده تمام. هنحطها على النار بقى، تدهني الوش سمنه وتحطيها على النار. انا مش هحطها في الفرن، انا هحطها على عين البوتاجاز اللي قدامكم دي، وحلو كده، وتقلبتين فوق وتحت، خلصت. مفيش اسهل من كده وصفه، ولا اجمل من كده وصفه. تمام. هتفضلي تقلبي، بس تقلبي كده عشان ما تتحرقش من تحت. آه انا الحمد لله والله ما قلبتها على الوشين، ما رجعتهاش تاني، يعني عرفت ان هي اتحمرت. هتشيلي كده بالمعلقه وتعرفي ان هي اتحمرت وتقلبيها على الصينيه على طول. ادي الوش ده كان اتحمر، قلبته، شايفين؟ بصوا بقى الجمال، والله العظيم جمال تحفه. انا لو في ايدي وهعملها كل يوم هعملها، والعيال حبوها جدا ومفيده وفيها كل المكونات ومشبعه. اهم حاجه ان هي مشبعه، فيها البيض، فيها لانشون، فيها جبن، مشبعه جدا.
تمام. هنقلب على الجنب التاني. بصوا بقى طلع احلى من الاولاني كمان، شايفين؟ تحفه، اللهم بارك، تحفه. قطعها بالمخرطه. عندكيش مخرطه قطعها بالسكينه. عندك السكينه قطعها بالمخرطه. انا قطعتها بالمخرطه كده عشان هتبقى احسن من السكينه. شايفين؟ في ثانيه الا ثانيه كانت اتقطعت، وثانيه لثانيه كانت اتعملت. جربيها. قومي يا اختي انت وهي كده، شوفي الواد راجع بايه من المدرسه مع حته جبنه رومي، عندك حته جبنه رومي في التلاجة، حته لانشون، مشي حالك مشي الدنيا، وهتعملي احلى فطيره. الفطيره دي لو هتجيبها من بره قسما بالله لا تجيبيها ب 150 جنيه. ده اقل واجب يعني، وانت مش ضامنه هي معموله ازاي. شايفين المطه؟ مورقه وجميله، والطعم في حته تانية، تحفه. جميلة، اللهم بارك. جربوها يا جماعة، نفسي تجربوها وتقولوا لي. اكتبوا لي كومنت، اعملوا لي لايك، شجعوني. طبعا مش هتبقى لوحدها، العيال بيحبوا جنبها البطاطس المحمرة. ما فيش عيل في مصر بيحبش البطاطس المحمرة. قلت وماله يا بنت، قومي قطعي بطاطستين وقشريهم واقليهم. فعملت جنبها بطاطس محمرة، وقليت هي بتنجان عندي واحدة كدهوت، قطعتها عملت قد كده بتنجان اسود. مفيد، كل حاجة مفيد يعني، حديد تلاقي، نشويات تلاقي، بروتين تلاقي، الوصفة كاملة متكاملة وعلى قد الإيد. مفيش حد يقول لي ما عندكوش حتة لانشون في البيت، جبنة رومي في البيت، أي جبنة وخلاص، أي حاجة حطيها فيها، احشي وخلاص. كله بيتاكل. كل حاجة غالية، وربنا يعين كل واحد على حاله وعلى عياله والمصاريف. بجد والله الدنيا بقت صعبة، بس ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب، ويهدي عيالنا اهم حاجة، اللهم امين. عندك قرنين فلفل اقليهم. الوجبة دي تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع اي حاجة. يعني اليوم ده كان هيبقى يعني شعبي، الاكل الشعبي بطاطس وبتنجان. قلت طيب ماشي، ما انا عندي لفة الجلاش، انا اشتريت من بره كيس الجبنة الموتزاريلا، البيض موجود، الجبن كانت موجوده. اما اعمل سندوتشات للعيال وهم رايحين المدرسه نفطر بيها ففاضت. ما اشتريتش من بره الا كيس الجبنه الموتزاريلا، والخضار موجود، وكل حاجه الحمد لله موجوده. فاكله مش مكلفه قوي، وحلوه ومفيده. تعمليها مع الاكل الشعبي ماشي، عملتها مع محاشي ماشي، تنفع في اي حاجه. لو جربتيها هتبقى ادمان ليكي وللعيال. حلو، واحلى من البيتزا كمان، بلا عجن بلا خبز، ولا هنعجن ولا هنخبز. قلب 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 فوق بعضه، واحشيها وحطي راق فوق راق، والاكله خلصت. وحمري حتتين بطاطس مع حته بتنجان، وكده الاكله خلصت.